ليه في ناس في نفس الظروف، في نفس ظروفنا وفي نفس البيئة بتاعتنا اللي احنا عايشين فيها بنلاقي أشخاص بسم الله ما شاء الله ناجحين ومحققين كل اللي بيتمنوه، وفي ناس تانية في نفس الظروف وفي نفس البيئة واقفين محلك سر؟ يا جماعة النهاردة هنفرق بين الشخص الناجح والشخص الفاشل. طبعا السر هنا في العقلية النهاردة هنفسر عقلية الفاشل وعقلية الناجح. دلوقتي لو عندي طالبين دخلوا امتحان زي الامتحانات اللي شغالة الأيام دي، طالب جاب هما الاتنين جابوا درجات قليلة في أي مادة من المواد. الشخص الفاشل بيرد تقصيره للظروف والبيئة والمجتمع والأسرة والمدرسة والمربين. أما الشخص الناجح حتى لو جاب درجة مش كويسة في الامتحان ده، بياخد من تقصيره ده سلم وبيبني عليه نجاحه فيما بعد. الفرق يا جماعة زي ما بتقول دكتورة علم النفس المشهورة كارول دويك، الفرق هنا في العقليات، اللي هي من خلال كلامها ده بتأكد إن هناك عقليتين موجودين حوالينا. عقلية ثابتة، في عقلية ثابتة مش بتتغير. أنا قدمت في مشروعي فشل، أو قدمت في شغل ما اتقبلتش، لا خلاص أنا لست ذكيا أنا هركن هنا كده خلاص. لا، العقلية الناجح دي مع عقلية قابلة للنمو والتحسن، على طول بيتدرب وبياخد دورات وبيحسن من نفسه خطوة ورا التانية. طب لماذا يفشل الناس؟ لماذا يفشل الناس؟ الفشل ديما الشخص الفاشل بيعيش ديما في شخصية أو دور الضحية. أنا المجتمع هو السبب في الظروف اللي أنا عايش فيها، الأسرة، حتى البيئة اللي أنا عايش فيها. كمان بيركز على النتائج، قدم في شغل، قدم في مشروع، عايز ينجح بسرعة. طب ما تنتظر فترة، شوف مشروعك ده، شوف شغلك ده هيوصلك لحد فين. كمان بيخاف من الخطأ. أشخاص لا يبدأون أصلا، لو بيخاف من الخطأ مش هتبدأ. عشان كده الفرص اللي تبقى موجودة حواليك في البيئة اللي انت موجود فيها هتفوتك. كمان الشخص الناجح على طول عنده عجز متعلم على طول، ان هو حاسس ان هو ديما يعيش في مشاكل. اما الشخص الناجح ده عنده تفاؤل مكتسب، على طول بيكمل في طريقه اللي هو رسمه لنفسه. وكمان الشخص الفاشل عنده ضبط خارجي. يعني ايه ضبط خارجي؟ ان بيقول لك الظروف اللي بتتحكم فيا. لا، انا شخص ناجح انا عندي ضبط داخلي، ان الظروف انا اللي بتحكم فيها وانا اللي بمشيها زي ما انا عايز، طبقا لرؤية عالم النفس المشهور جوليان روتر. وفي النهاية إن النجاح والفشل ليست جينات مولودين بيها، بل عادات وطريقة تفكير بكتسبها. وكمان لازم كل منا يراقب أفكاره إنها هتتحول لأفعال. إذا عجبك الفيديو دوس إعجاب ثم دوس على الاشتراك في القناة. شكرا.